مساء الخير عليكم ويا رب تكونوا بخير. يلا نخش في الموضوع على طول. في ترند طالع اليومين دول، ازاي تحولوا القشطة والزيت ولا اللبن والزيت لزبدة نيوزيلندي في البيت من غير بقى تكاليف ومنشتريها بآلاف الجنيهات. قمت واخدة ديلي في اسناني وقلت يلا نجربها. رحت اشتريت لي نص كيلو زبدة وجبت زبدة فرن، تمام، والقشطة كانت عندي والزيت عندي. قمت جايبة القشطة وحاطة كوباية القشطة في الخلاط زي ما انتوا شايفين. هقعد اضرب فيها كده شوية وهتحسوا ان القشطة هتتقل ومش هترضى تلف معايا في الخلاط. لما بتتضرب شوية كتير بتتقل. تروح عاملة ساعتها؟ تروحي جايبة نص كوباية لبن او ربع كوباية لبن وتضيفيها عليها. بعد ما حطيت القشطة وضربتها كده، حطيت زي ما انتوا شايفين كده تقريبا معلقة ملح صغيرة، تمام، وشغلت عليها الخلاط تاني، ورحت حاطة معلقة خل اللي احنا بناكل بيها، معلقة الخل بتاعت الاكل، تمام، زي ما انتوا شايفين كده اهو. وحطيت الكلام ده كله في الخلاط مع القشطة وابتديت ان انا اشغل الخلاط مرة تانية. الطريقة دي انتشرت على اليوتيوب كتير قوي، كل الناس عمالة تعملها والكل عمال يشكر فيها قوي، فده اللي حمسني ان انا عايزة اجربها. وفعلا جربتها، وزي ما انتوا شايفين كده واحدة واحدة مع بعضينا هنعملها ونشوف النتيجة هتطلع وهل هي تستاهل ولا لا. هنا ضربت القشطة كويس قوي وضفت لها شوية اللبن اللي قلت لكم عليها، علشان كانت القشطة بتاعتي تقلت، وهو زي ما بوريكم بصوا شكلها بقى عامل ازاي. ماشي، بعد كده هنروح ضايفين الزيت تقريبا والزبدة، مش عارفة بالترتيب ازاي، بس هنروح ضايفين حاجة فيهم. بس بعد ما حطيت بقى كله ضربتها، بصوا بقى اللبن خلاها طبعا فكت كده ودابت معايا خالص، كانت الاول مكتله كده. هروح جايبه كوبايه الزبده بتاعتي اللي انا سايباها بدرجه حراره الغرفه. حطيت كوبايه الزبده على القشطه بتاعتي. الشيف الكبيره اللي هي عملت، في شيف مشهوره قوي هي اللي عملت الطريقه دي في البدايه، هي عملتها باللبن، بس انا قلت لا، اللبن هيخليها تجيب ميه كتير، نحط القشطه. المهم ضربتها زي ما انتوا شايفين كده اهو، ضربت القشطه مع كوبايه الزبده بتاعتي لحد ما حسيت ان الخليط بتاعي كده بقى حلو كده مع بعض. قمت نازله بكوبايه الزيت زي ما انتوا شايفين برضو اهو قدامكم. ضربت بقى الثلاث مكونات دولت مع بعض، سبتهم كده يلفوا مع بعض كده لفه حلوه، يتضربوا مع بعض كده ضربه حلوه. عايزه بس اقول لكم ان اي حاجه احنا بنشوفها على النت يا ريت لما نيجي نجربها كبدايه بلاش نجرب كميات كبيره، يا ريت نعمل حاجه صغيره الاول نشوف هل هي هتنفع ولا لا. ماشي، حتى لو الحاجه دي اكبر شيف على مستوى العالم كله عملها، مش شرط ان هي تطلع حاجه كويسه ماشي. هنا ضربت الثلاث مكونات بتوعي، قشطه مع الزبده مع الزيت مع الملح مع الخل، والشكل ابتدى يوضح وابتدى يديني شكل الزبده فعلا، الزبده النيوزيلندي. جبت عندي صينيه بايركس وحطيت فيها البتاع ده اللي انتوا عارفينه ده، مش عارفه اسمه ستريتش، تحط على الجبن والحاجات دي. لو ما فيش ستريتش يبقى كيس بلاستيك وزي الفل، واي صينيه عندك مش شرط بايركس. وهتبتدي تنزلي الزبده بقى، الخليط بقى بتاعك، وكانت ريحتها حلوه جدا. هنبدا ننزل بالزبده بتاعتي في الصينيه اهو، هنزل كل الكميه بتاعتي كده اهو، وهحاول اني انا اظبط بقى الصينيه كده، اهزها ارجها، المهم علشان الشكل بتاعي يتساوى كده ويبقى شكله حلو. وهنا شكلها لما انا ظبطتها كده وسويتها، هنحطها في التلاجة او في الفريزر علشان تجمد. بعد ما جمدت طلعتها بقى لقيتها فعلا مسكت وشكلها بقى كده زي ما انتوا شايفين. قلت اقطعها واحطها في علبة علشان تبقى سهلة الاستخدام. قطعتها كده زي مكعبات. عايزه اقول لكم بقى على حاجه، الطريقه دي فاشله جدا، والله العظيم.
لا تمت بالزبده النيوزيلندي باي صله. اولا انا حطيت زيت، الزيت ده ضيع لي اي زبده، يعني كوبايه الزبده اصلا الاساسيه ضاعت مع كوبايه الزيت اللي اتحطت. القشطه نفسها لازم لما بتتضرب كده حبه كتير، المفروض ان احنا بنخليها كده بتلم مع بعضها، بتفصل كده، الميه تفصل لوحدها والقشطه بناخدها نسيحها على البوتاجاز. لا احنا حطينا ميه على الزيت وعلى كوبايه الزبده، فاصبح ان هو يعني حاجه ملهاش دعوه لا بطعم ولا بريحه. انا في البدايه انبهرت بيها وريحتها كانت عجباني جدا. لما قعدت في الفريزر بقى وجيت استعملتها ما لقيتش اي طعم ولا اي ريحه، حتى كوبايه الفرن اللي انا حطيتها تعتبر راحت، ولا في طعم ولا في ريحه. ده غير ان هي بتهدر بكميه رهيبه جدا، يعني المعلقه الواحده منها ما تنفعش. يعني علشان تعملوا حتى بيضه مقليه واحده على الاقل تحطوا لكم معلقتين كبار او 3 معالق، انا بكلمكم بجد والله العظيم 3 معالق علشان تعمل معاكم بيضايه واحده. لان اصلا اول ما بتتحط على النار وبتسيح يا جماعه بتبتدي تنزل ميه. الزبده بقى مفيش زبده، هي عباره عن دهون، اللي هي بقى الزيت مع الزبده بتاعتي مع القشطه جابت بقى ميه، فبيبتدي احس ان زي زيت كده او دهون ومعاها ميه، بتفضلوا سايبينها شويه على النار علشان الميه تنشف، علشان اقدر ان انا استعملها، وفي النهايه بلا طعم. يعني انا بوظت الزيت وبوظت الزبده وكمان بوظت القشطه اللي المفروض ان انا اجمعها وبعمل بيها سمنه بلدي بتبقى تحفه. فارجوكم يا جماعه مش اي حاجه تشوفوها على النت تجربوها. وهنا انا بصوا بوريكم، انا سيحت هنا الحبه اللي في الطاسه دول كانوا تقريبا 3 معالق، لان انا حطيت معلقه افتكرت كميه لقيتها مفيش، حطيت 3 معالق. وبوريكم بقى شكلها، بصوا هي في ميه لازم تنشف. فمش اي حاجه يا جماعه نشوفها نجربها، ومش اي حاجه اي حد يقولها حتى ان كان مين، زي ما بقول لكم شيف عالمي، يعني مش شرط ان هو عمل الحاجه دي تبقى حلوه واحنا نجري نعملها. لا صدقوني في حاجات كتير شيفات بيعملوها ما تستاهلش التجربه. بشوفهم في فيديو تاني.